السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة وقصيدة. طبعا في يوم من الأيام جابت المقادير لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لطيبها الطيبة. طبعا عمل معي شغال في مجال المعدات الثقيلة بوكلي. جابتنا في أحد المخططات، وكان هذا يعني في المخطط كان جبل قوي، والجبل القوي لما يكون قوي يعني لازم تسايره، يعني تحفر تحت منشان يمشي معك. طبعا كانوا في يعني مهندس سوداني والله نعم فيه طيب، ومساح واحد من اب يمني ونعم فيه برضه، وواحد مراقب منتعز، مراقب كبير مدير يعني. فهذا دي منتعز يدق علي يقول لي شغلك ما عجبني. قلت له لي اول مرة يا اخي، هذا شغلي انا قد لي فترة في البوكلينات، ايش المشكلة يعني؟ قال والله شغلك ما عجبنا. قلت يا اخي ايش المشكلة؟ قل لي طيب. شغلي من عز ما يكون، هذا اذا كنت انت ما عندك خلفية في العمل فجيب واحد يفهم ويحكم. المهم الرجال معد واجهني يروح يلعب من وراي يقول انا ما عاد اشتي هذا السواق وانا مشتي. لف ودوران المسألة. استغربت. راح قال للراعي المعدة، قال له بدل السواق، هذا شاعر مش هو سواق. طيب ايش الشاعر؟ رجل من الكعبة. المهم والله هذا صاحب تعز ضيق بي والله، عاد سوى حركة وراح جاب واحد مصري ما قدر يواجهني. جاء ذا المصري على طول جاء حامي من وجهه، اول ما فك على الباب قال لي فين كرت العمل يا عمي؟ قلت والله الكرت نسيته، وانا فعلا نسيته. قال لي والله بخصم عليك اليوم اللي نسيته فيه. قلت تخصم علي يومية حق بوكلين 1000 ريال تخصم علي ليش؟ صلى على النبي. قال ما في يا عمي. قلت يعني اخر كلام؟ قال اخر كلام. قلت بيني وبينك الله، انت المصري تدي شله وتقول انا بعرف ربنا انا بعرف، ويزعق وحالته حاله. وقال لي خلاص وقف. قلت وقف انا الرزق على الله، ما عندك اي مشكله. فتاكدت ان الموضوع وراه صاحب تعز، ورسلت له رساله قلت له قطع العناق ولا قطع الارزاق، وحقك بيجيك، دواك بيجيك مسحوق. طبعا اهل تعز على عيني وراسي، انا ما عم اهل تعز كامل، اهل تعز فيهم رجاجي وفيهم صناديد ونعم فيهم. هذه القصيدة طبعا مخصصة لهذا الشخص، هو عارف بنفسه ما عادش داعي اذكر اسمه ولا حاجة، هو عارف بنفسه. وانا قد وعدته قلت له بسوي لك قصيدة كذا محترمة. فإليكم هذه القصيدة وتحياتي لكم. قال المولعي بن عبد يا عاجل بغينا الخبر عاجل، واسمعوا قصتي في موضوع طبعا مثير. رد الصوت يا هاجسي عدد لي بنوع البشر والناتج إذا جاي يجي بين الأجوري والحقير. وأنا ذي جبرني الزمن خلف الشغل بالمختصر، ورغم الكرف ورغم التعب ذي يحصل وربي كثير. ماشي فايد في البوكلين من لا صار حكم القدر، واصبحنا بظل العمل كم من حيث نطلق خطير. متعود وأنا من الخطر ما هميت قط الخطر، وادعي يا إله السما من كل المخاطر تجير. ويلي لا رماني الزمن بمخطط صحابه تجر، خلوها الإدارة أسف تتمدير علينا الحمير. واحد لغج من هل تعز بطرها قد عطاني الحذر، هددني بفصل العمل تدري ليه؟ لأنه مدير. وإن المشكلة يا عرب كم فتى يسدح حجر يوم الصخر من دقتي في كل النواحي يطير. ما عندها أبد في العمل لا خصة ولا شي بصر، وأنا من 12 سنة متعلم وفاهم خبير، لكن البلا للزمن أرمامك بيد الغجر. اتحمل ورب السماء عالم بالذي با يصير. قد لا شافني اجتهد من زفت اتصالها غدر، بلغ للأسف عمنا واصبح أن ذاله يسير، واصبح يفتري وافترى فوق الكذب دي بهدر. لغي بس يا للأسف ما في بوه والله خير، خلاني كذا عنصري وقلبي من فعال اعتصر، مثل الليم لو تعصره في الخلاط يرجع عصير. ناوي قطع رزقي السبب اصلا من شعاري انقهر، يوم شاف في اليوتيوب قال الهي شاعر كبير، لا شاعر وكي يشتغل لا ذي خاف ولا ذي اعتبر، من الرحمن فوق السماء رازقنا وربي قدير. بالتطفيش اسلوب له جاب الهم جاب الضجر، يبغاني خضع له ويقول هد الوضع يا ذا الامير، ما يدري عنان السماء انه موقعي والقمر في قمه شموخه شموخ ليه صار جنبه منير. وانا من جنوب اليمن مل الشعر حقي انتشر، واصبح في شمال اليمن متناقل بخط الاثير، لي ميزه دفاع الوطن لا حد جا وناوي ضرر، مع بازوك شعري الدماء ينزف من جسدهم غزير. بكمل قصتي وافهموا اللي مع شعوري صدر، قهري ويا باطلي للحاجه تلز الفقير، يسرح لجل كسب الحلال يلقى شر ما راد شر، تتعرض له السربته شبت في ضميره سعير. دام الشغل مش حق ابوك لا تسوي بهاك الرفر، وترزق من المديره وخلي الناس مثلك تدير. بكره للسعودي غضب
بيدقك وربي يحمر يا حما على شاربك تتندم ويمكن تحير. يلعني إله السماء بجلس لك بخط العبر بصفي حسابك معك وأضرك لأنك ضرير. ماشي داع والسخيدي ماشي داع والسخيدي في لغي ردي محتكر جاهل دلخ يا للأسف عقله من كلامه صغير. ما واجه هنا المشكلة طعنه حطها في الظهر يوكل في وجودي تبن ومن خلفي مسوي جزير. خطط جاب مصري وجاء المصري ونافح شرر من وجهه ومن نظرته انه للعداوة يشير. والمصري قدك تعرفه المصري قدك تعرفه انه في العمل لا صبر حس انه ملك معتلي ما له في حياته نظير. ويبيع المحطة سريع ما فكر بيوم الحشر علق الفرعنه يجبره يسلكه ويشبك بجير. عالتفنيش جاني نوايا يتأمر وصادر امر اني روح خلي العمل ما عنده وربي ضمير. طيب قلت ايش السبب وتنبق ردي وانهمر ما يدري بهيج العرب لا قد هاج يهدر هدير. قال الله معك ما نباك تتفتح معاه النخر قال الله معك ما نباك وتتفتح معاه النخر. ما عندك أبد مشكلة قلت اهجد وخلك حذير. صوتك قص لا ترفعه صوتك قص لا ترفعه اتأدب وخل النقر صوتك قص لا ترفعه اتأدب وخل النقر. وكلتك إله السماء والجبار دايم بصير. شفتوا كيف يا هل تعز صاحبكم تكبر وخر على العيفة نسي للأسف من طبع الزمن يستدير. في غربة وكل يعود لا داره إذا الوقت مر ما يبقى سوى الاحترام والذكر الوفي في الأخير. في غربة وكل يعود لا داره إذا الوقت مر ما يبقى سوى الاحترام والذكر الوفي في الأخير. كلمات الشاعر عدنان الهيثم.